باخد الدوره السنويه. يعني ايه دوره سنويه؟ يعني دوران الارض حول الشمس مره كل 365 يوم وربع، يعني كل سنه. يعني هي بتكمل لفتها كامله حوالين الشمس في في سنه. تمام كده؟ طيب لما بتكمل لفتها ايه النتيجه على اللفه دي وعلى الدوره السنويه؟ يدينا 4 فصول. يبقى لما اجي اقول لك ما النتائج على الدوره السنويه للارض، اقول له حدوث الفصول الاربعه اللي هم صيف خريف شتاء ربيع. تاني صيف خريف شتاء. طب قلت عندي حفظناهم، قلت عندي فصل الصيف الشمس بتتعامد على مدار معين او دايره عرض معين، وهكذا في الاستواء في الخريف، ونفس الكلام في الربيع وفين؟ في الشتاء. حفظناها ازاي؟ قلت عندي في الصيف لما بكون حران الشمس على السرطان يحصل فصل الصيف يوم 21 شهر يونيو يا حلوين. الحرارة عاملة ازاي؟ ارتفاع الحرارة على المناطق الداخلية وكمان الجنوبية، واعتدال الحرارة على المناطق الجبلية والسواحل الشمالية. في مشكلة؟ طب نيجي اللي بعدها. لما يكون الجو برد الشمس على الجدي. تاني لما يكون الجو الشمس على الجدي يحصل فصل الشتاء يوم 21 شهر ديسمبر يا حلوين. الحرارة عاملة ازاي؟ بيكون الجو برد على المناطق الجبلية والبعيدة عن المية. في مشكلة؟ وقلنا بيسقط ثلج على جبل سانت كاترين. نيجي اللي بعده. لما يكون الجو معتدل الشمس على الاستواء يحصل فصل ربيع يوم 21 شهر مارس يا حلوين. تاني يوم 21 شهر مارس يا حلوين. الحرارة عاملة ازاي؟ اعتدال المناخ مع شوية رياح اسمها رياح الخمسين بتضر بالتنفس وكمان بالمحاصيل. اللي بعد نيجي اخر فصل الخريف. قلت الشمس هترجع تتعامد تاني، يبقى ترجع تتعامد تاني يوم 23 سبتمبر يا حلوين. الحرارة عاملة ازاي؟ اعتدال المناخ مع سقوط الامطار على جبال البحر الاحمر وشبه جزيرة سيناء. قلت الاسئلة هنا بتجيلي العكس. يعني ايه سنة 5؟ يعني اجي اقول لك بما تفسر حدوث فصل الصيف اقول له تعامد الشمس على السرطان. حلو. طب حدوث فصل الشتاء تعامد الشمس على الجدي. حدوث فصل الخريف والربيع على الاستواء. طب نقلب الاسئله. ما النتائج على تعامد الشمس على السرطان؟ حدوث فصل الصيف. طب ايه النتيجه على تعامد الشمس على الجدي؟ طيب اجي اقول لك دايره العرض الوحيده اللي الشمس بتتعامد عليها مرتين في السنه مين؟ دايره مين؟ الاستواء. بيتعامد عليها مره امتى؟ في الربيع ومره في الخريف. فيها مشكله كده؟ تمام؟